السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين قناة قريقبات. أبشركم مبروك رمضان كريم بالصحة والسلامة وطولة العمر والرزق. اليوم جينا باش نحكيو على هذاك بكريشة اللي طالع داير لولدو عيد الميلاد. وبغا نهضر بزاف على التعاليق على سعاد اللي خرجت بواحد اللايف، ومن حقها تهضر وتجاوب، مع أن الظروف كتقول ليها أن ما خصكش تجاوبي، لأن كتعطيه باش يخدم، ولكن راه الإنسان بشر، خصوصا الأم. علاش حنا كنوضو هاد الناس اللي كيعلقوا على سعاد وتيقولوا لها يا المسخش وهتي بنتك؟ بغيت نعرف هاد الفئة هادي اللي كتقول هاد الهضره هادي، منها رجال ومنها عيالات، واش هادو ما عندهمش والديهم؟ بغيت نعرف كيفاش كانوا كيتعاملوا مع مواتهم. إلا أنت تجي اليوم وكتعاير سعاد وكتسبها وكتقول لها شوهتي بنتك يا الماسخة يا الفاعلة يا اللي خليتي ولادك يا اللي درتي، باش كتسبها؟ باش كتسبها بشي حاجة دارتها لولادها؟ ربما نتايا ما شفتيهاش فمك. شنو كنتي كتقول لامك نتايا واحد النهار ملي كانت كتربيك؟ اولا انت بار فمك وكتشجع السخط، اولا انت مسخوط وكتشجع السخط؟ بغيت نعرف هاد الفئة اللي كتطلع وكتقول هادشي على سعاد كيما كانت راها أم. اتقوا الله شويه في هاد المراه، راه لاباس اللي ما حمقت وكتقولوا لها الحمقى. راها ام، لا ام تتكون حمقى، تتكون مدرسه، كتكون هبيله، كتكون جنه، فيها كل شي الصفات كيعطيهم لها الله. علاش؟ حيت عندها الولاد، حيت عندها الولاد وربما ما عندهاش الولاد. كتكون كتعاني بزاف ديال المشاكل اللي كتعاني بها وبالظروف اللي كتمر بها. ما بالك انها تكتشف هاد السيده هادي، تكتشف بعد مده شي حوايج اللي كانت كتشك فيهم وكانوا كيديروهم ليها باش كتبان بلي راه مسطيه، تتشوف وما تتشوفش، وعارفه وتيقول لها ما تتعرفيش، لدرجه كتخرج كتهضر على راسها بشي حاجه اللي الناس ما صدقوهاش. ومنين السيده اللي خدامه عندهم وكانت كتعاونها شرحت لها الموضوع وقالت لها راه بصح نوضي هضري على راه ها اللي كاين وها اللي كاين، ناضت هضرات قلت راه حمقى. واش كاينه شي وحده اللي كتشوف بنتها في واحد الحاله وولادها في واحد الحاله والراجل دا ليها البنات وكيخدم بيهم وكيدخل الفلوس، بعد ما كان تيقول بيتوتي هو راسو قال بيتوتي انا بيتوتي، يعني ما خدام ما رداب. كيفاش اللي كتعاونوه في ضدها هي اللي ام وتتقولوا ليها راكي حنايه؟ حنايه؟ عرفتي شنو هي حنايه؟ حنينه، حنينه، والحنه خرجت من الجنه. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بديك الحنه، وصى نهار اللي كان بدا يزيد الصحابه ولقاو واحد الميت وقال لي ما عرفناه واش راجل ولا مرا، قال لهم حلوا عليها رجليهم، الا كانت محنيه راها مرا، وإلا كان ما محنياش راها راجل. شوفوا الحنة الدور اللي كدير الحنة حتى في الممات كتحل مشاكل. علاش نوضو نقولوا لها راكي حنايا؟ على هي ماشي مهنة؟ يعني حتى هذا اللي كيشطب الزنقة نقولوا ليه راك شطاب، وهذه اللي كتعاون في البيوت نقولوا لها راكي خدامة. هادو هما المهن اللي هازين المهن اللي كتشوفوا نتوما كبار، هاد المهن الصغار هما اللي هازين هاد المهن الكبار. الحناية الا ما كانتش العروسة حنات راه ما كيدوزش العرس زوين. كيفاش اللي كتبهدلوها وكتقولوا ليها انت ما مزياناش وخليتي ولادك؟ كيفاش خلات ولادها الوقت اللي كان الراجل جالس في الدار ما باغيش يخدم؟ شنو غتبقى حتى هي جالسه كتوحد؟ تدق على الجيران طلبوا من الملحه، طلبوا من الخبز، طلبوا شنو بغيتي دير؟ خصها تخرج تمشي تخدم. اول واحد اللي غادي تثيق فيه واللي عنده ولادو وجالسين معاه واللي غادي تخليهم مع هذا الشخص هو باهم. غتثيق جالس قال لها انا كنعرف نطيب، انا كنعرف ندير، انا كنعرف ندير. قالت يمكن الراجل ما عندوش الحظ في الدنيا، شحال ديال الرجال ما عندهمش الحظ في الخدمه ديال الدنيا وجالسين معاونين عيالاتهم، راه ماشي عيب. ولكن انت باش تجلس مع ولادك وتستغلهم، تستغل الغياب ديال المراه ديالهم، وتستغلهم من كل شيء، تستغلهم في الاغتصاب وتستغلهم في العقل ديالهم، تغسلوا ليهم. علاش؟ باش انت تجلس في الدار ومرتاح واكل شارب وهي كتجري وتجيب لك في الاخر تقول جرات علينا؟ اكيد لو كنتي انت خدام واحد النهار ما جبتيش المصروف، راه حتى هي غتقول هذاك النهار راه ما جابش المصروف. على ما غتعياش؟ انت ما غتعياش؟ غاديش تقول واحد النهار انا ما خدامش ولا انا مريض ولا خرجت من الخدمه؟
هي كانت كتجيب وكتخدم لدابا، خدمات على داركم ما فيكم خير، خدمات على خوتك، كبّرات خوتك كتقول لك كنت كنكسي، كنت كندير، ماشي عيب إلا الإنسان كان تيقول اللي كان تيدير مقابل واحد الشخص دار معاه الخير، وفي الآخر اكتشفوا أنه كيطعنوا في ضهرو، وأنه كان كيستغلّوه، ما فيها باس إلا قال راه كنت كندير معاه، باش الناس تفهم أنه هذاك الشخص راه كان كيدير الخير مع داك الشخص، وراه في الآخر ما خرج فيه خير. دابا طالعين كتقولوا لها علاش تقولي على البنت ملي كتخرج تعاير امها وتسب في امها ودايره مثال ديال اسماء بيوتي انها كدير السخط مع راجلها وعجوزتها وطلعت الفلوس، هذا هو الهدف اللي عند البنت. عادي واحد النهار تخرج تقول لها بغي سمحي لي، وانما عارفه البنت واعيه، كتقولوا ما واعياش، واعيه اش كدير، واعية أن هاديك الشُّهة اللي كدير هاديك هي الأساس ديال الفلوس، وللأسف اليوتيوب المغربي إلا ما درتيش الشُّهة ما كطلعش، إلا ما شوّهتيش ما طلعش، الناس كلّها هاداك التبرقيق اللي كانوا كيديروا شحال هادي وكيبقى جالس في راس الدرب وداير واحد الكرسي أولا جالسة على العتبة الباب أولا واقفة أولا كتدخل عند جارتها باش تعرف شنو طاري عند الجارة الأخرى أولا في العائلة الأخرى أولا شنو صاير البارح ولا شنو تعشيتو وتغديتو ولا اليوتيوب مسرّح كلشي. ما بقيتيش كتشوف الأخبار ديال الناس عبر الناس أخرين، لا كتشوفهم من عندهم هُما شخصيًا، كينشروا غسيلهم تيخرجوا يقول لك علاش قلتِ لينا، مازال في داك التبرقيقة الأولى كتقول شكون اللي قال ليه، لأنه هو اللي كان تيبحث على التبرقيقة، دابا التبرقيقة كتدخل عندك لدارك، واحد في دارو داير الشوهة، هي لا قالت شنو طاري لبنتها راه بغات تنوض تفضح هاد الشي، علاش كتحبسوها باش تحبس هاد الشي؟ وهاديك السريعة اللي جالسة تما وعارفة شنو طاري وعارفة شنو صاير وعارفة اش كيتقال وعارفة اش كيدار، كل مرة كتخرج وكتشفر الكلام وكتشفر الكلام باش واحد النهار منين طرا شي حاجة تقول أسيدي أنا راه كنت كنقول ولكن الناس ما كانوش تيفهموني هذا هو اليوتيوب، وسُعاد عارفة راه سُعاد ماشي شي وحدة حمقى ولا مسطية ولا راه حماقت غير بالمشاكل اللي كاينين وما عارفة حتى شي واحد اللي غادي يكون في صفها. لأن الحمية غلبت السبع، واش الراجل وأمه وخوتو وباه وجاب المرا والبنات أقرب الناس ليك هما ولادك يجيو ضدك ويشهدوا أن هاد الشي صح كاين وهو باطل. المصيبة الكحلة أن حتى التعاليق كتجي كتضر، علاش يمشي يشري حلوى وياكلها، ياكلها ويدير عيد ميلاد هو وبنتو وفي دارو ومع أهلو ماشي مشكل، ولكن ما تسجلهاش. هذا دليل على أنك أنت كتقلّب تخرّج الفلوس من الدراري واخا ما معاكش، وكيف قالت سُعاد لو تهز دوك الفلوس وتديهم لولدك ماشي 20 درهم، لا كتر 2000 درهم، وهزّا وعطاه لولدك في envelope وقول ليه هذا عيد الميلاد ديالك، شوف ماماك شنو تشري لك، ولكن أنت ما عطيتيهاش حتى الحق ديال المصروف اللي مخرّجه لك المخزن والحق والشراع، غادي تقول ليه هاك دي لماماك الفلوس، غادي يجي عاطيه 20 درهم وشاري حلوى أنت ما عارف شحال كدير. ب1600 ولا 2000 ولا 3000 والله الله أعلم، وكتاكل أنت الحلوى اللي ما عندكش عيد الميلاد، والولد اللي هو عنده عيد الميلاد عطاه 20 درهم، علاش ملي كطالقوا كديروا ولادكم هما العصا اللي كتضربوا بها بعضياتكم؟ هذيك الساعة صيفط ليها الناس، قُل لها أنا بغيت دوك الدراري يجيوني في واحد القهوة الفلانية راه داير لهم عيد الميلاد، راه كاينين خواتات وكاينين إلا بغيتي تجي جي مرحبا وإلا ما بغيتيش تجي خلي ليا الدراري واحد ساعة ولا ساعتين وافرح بهم وسير بحالك. أولا شري حليوة ولا 2 ولا 3 ولا 4 وهزّهم ديهم للمدرسة قول لهم عافاك ديروا ليا حلوة للولد وطفيو ليه الشمعة وصوروه ليا وصيفطوها ليا، وخرج بفيديو قول أنا راه ما قدرتش نشوف الدراري واستعصى عليا مع الظروف الجمع مع وليداتي وشريت الحلوة باش نفرح الدراري كاع ديال القسم ولا ديال المدرسة إلا كانت المدرسة بسيطة صغيرة، ودرت العيد ميلاد وطلبت من المعلمين يصوروا ليا وصيفطوا ليا أنا باش تقولوا راه أنا كنشوف ولادي كنهتم بهم، باش الناس تقول لسعاد خرجي ديري فيديو وقولي ليه أنا مستعدة تجي تدي الدراري مرة أخرى في عيد ميلاد الآخر، أولا دافعي على راسك أولا عيب عليك هادشي اللي درتي، باش يردوا ليها الناس العيب، أنت كدير العيب وعندك صحاب العيب، وقال لك أهل العيب إلا داروا العيب راه ماشي عندهم عيب، والمصيبة الكحلة المصيبة الكحلة أنك تاكلوا كتمناو و وصاحب العيد الميلاد ما كاينش،
علاش؟ باش تدفعوها تخرج، وهي إلا خرجت راه خرجت على حق، إلا خرجت على حق، ما خصهاش تخرج تعطيكم باش تاكلوا، ولكن خرجت على حق. ومزيان ملي كتخرجوا من وراها، هذا دليل على أنكم ما عندكمش المحتوى، المحتوى ديالكم هي سعاد. إلا ما خرجاتش ما تقدروش تخرجوا، وإلا ما عطاتكمش باش تهضروا لدرجة كتسبوها وكتعايروها وكتاخدوا منها السخط وكتسخط عليكم، وكتخرجوا تهضروا على داك السخط وكتهضر معاكم وكتجاوبكم وكتخرجوا تجاوبوها عاد باش كتطلع لكم الفلوس، إلا على المشاهدات، وكديروا الفلوس طبعا. وإلا ما كانش هادشي راه ما ديروش. حاولوا جربوا ودخلوا سوق روسكم، طيبوا شي حاجة، طيبتوا الدجاج بضفارو وبريشو، ودخلتوا الكوزينة بوسخة وبزبلها وبزقها، وما طلعتش لكم المشاهدات. بغيت أنا غير هاد الناس اللي تيديروا هاد التعاليق على هاد الأم يعتبروا همهم، يعتبروا هاد الأم راه همهم. واش عباد الله ملي تنوض تقول البنت جيرانكم عايري بك وسبيها، إذا نتيا تتعايري بك وتسبيها، هادشي عمرنا ما شفناه، لا لا في ديتنا ولا في دنيانا ولا في حتى شي حاجة. عشنا مع الناس المواد ديالهم تيقدسوهم وتيديروا فوق راسهم، حتى ملي ماتوا مازال كيدعوا معاهم، وتيقول لك ملي كدعي لهم مع مو تيقول لك الله يرحم والديك دعي معاه. انت اش خليتي في السخط ما يقولوا البنات، كتعلمي البنات اش يديروا. للاسف راكم على ابواب وادراج ومقاعد المحكمه، وباقي ما خداش الحق المحكمه باش تحبس هاد البزاله اللي كاينه. باقي ما تحبسش هادشي، لان هادشي بحال عاطي الوقت للناس تخرج تزيد تزايد في هاد السخط وفي هادشي. انا تنقول لك سعاد راكي ام فاضله وام محترمه، وما يهزك حتى شي واحد بالتعاليق ديالو. واعتبري هادوك اللي كتكون عندهم تعاليق سلبيه هادوك كلهم ساخط الوالدين، هادوك كلهم راه ماشي مرضيين ديال الوالدين ديالهم، كيشجعوا بنتك لانهم هما سابقينها وما عندهمش الشجاعه باش يطلعوا، ولكن هي طلعت وبردت ليهم الغديد في مواتهم، وما تديهاش فيهم. ومن حقك تطلعي وتهضري على الفيديو اللي دار وتشوهيه مول 20 درهم، لان ما في جيبو يعني عذريه راه ما عندوش الفلوس، نهار عرفتي ما عندوش الفلوس، واخا يديرهم كتبقى ديما عنده ديك 20 درهم، لان اللي كيعيش في الجوع كيبقى تصحابو ديما نديها فيها الجوع، واللي عايش في الخير نهار كيشبع ولا كيجوع كيبقى ديما يصرح بالخير. وديك البنت ملي سختي عليها تنحييك انك قلتي راكي كدافعي عليها، من حقك. حتى واحد ما يقول لك علاش سختي عليها وراكي كدافعي عليها، لان هذيك بنتك ولو شنو ما كان غادي يجي واحد النهار وغادي تصافى القلوب. وهنا فين قلت لك سعاد، واحد النهار غادي يطفى هاد الجبر، غتجي بنتك وغتعاود لك كلشي، وبراسها غادي تخرج للمواقع وغادي تقول ها اللي كان وها اللي كان. لكن بنتك حاليا ما تصوريش منها غادي تقول لك شي حقيقه ديال شي حاجه، لانك تقولها لمن مزيد باقي ما وصلتش الاسماء بيوتي، لانها هي المثال ديالها. صراحه صدر على الصوت لانها مريضه جدا، وملي قريت التعليق على سعاد ما قدرتش نسكت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وصيامكم مقبول ان شاء الله، وتشوفوا في فيديو تاني.